بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدوركم لتعلم القرآن وأن يرزقكم نوره وهداه. درس النهاردة الدرس الرابع، هنطبق فيه عملي على طريقة خروج الحركة الصحيحة، الفتح والضم والكسر، وكمان هنطلع الحرف المفخم ممتاز والحرف المرقق برضو ممتاز، ونحاول ان احنا نخلص الحرف المفخم من المرقق، وكمان ان شاء الله هناخد الاخطاء الجلية والاخطاء الخفية اللي في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة بيكون فيها اخطاء شائعة وكتيرة جدا، لان احنا يعني بناخدها بالتلقين منذ الصغر، فبنطلع سبحان الله حتى واحنا كبار بنطلع يعني عندنا اخطاء في التشكيل وفي تبديل الحروف وفي ميزان الحرف وهكذا. كل ده ان شاء الله هنتطرق له النهارده باذن الله عز وجل. الاول كده هنعرف احنا هنعمل ايه في الصورة دي. احنا ان شاء الله النهارده عندي الاخطاء اللي هتكون في سورة الفاتحة عشان نبقى عايشين يعني الترتيب. هنعمل ايه؟ اول حاجة خالص عندي اخطاء جلية، طبعا ما نخافش من كلمة جلية، سهلة هنعرفها دلوقتي، واخطاء خفية. الاخطاء الجلية هي الاخطاء الظاهرة، يعني اخطاء معروفة، اخطاء اي حد يكتشفها يعني حتى لو ما كانش معلم. الاخطاء الجلية دي بتكون في الحركات، حركة الضم او الكسر او الفتح، سهل. لو حد مثلا قال رب العالمين خلاص دي مكسورة صح، طب لو قالها ربو هتبقى غلط، هتبقى معروفة مش محتاجة معلم. طيب تبديل الحرف، لو اي حد مثلا جه في القراءة وبيقرأ بقول يوم التين، يوم التين الدال اتبدلت لتاء، خلاص معروفة. وهكذا بقى ان شاء الله هنعرفها في السور. المهم ان احنا عرفنا الاخطاء الجلية، اخطاء واضحة بيعرفها اي حد حتى لو ما كانش معلم. الاخطاء الخفية بقى دي بتبقى خاصة بالمتعلمين المتقنين والمعلمين، تمام؟ فهي بتكون في زمن الحرف، وبتكون في الصفة، وكمان بتكون في وجود إمالة أو عدم وجود الإمالة بالنسبة للحرف. إن شاء الله عز وجل هنعرف كل الأخطاء دي مع بعض، وهنبتدي بأول درجة في الأخطاء وهي أخطاء الحركات. تعالوا نبدأ مع بعض في الاستعاذة، إزاي إن احنا نطلع الأخطاء اللي فيها أو نقرأها بطريقة صحيحة. عندي أول حاجة خالص بالنسبة للهمزة، احنا قلنا طبعا ان الدرس ده تطبيق عملي على اتمام الحركات اللي هي الفتح والكسر والضم وتخليص المفخم من المرقق. عندي اول حاجة خالص وانا بقول عندي الالف دي مرققة، عندي ايه؟ مرققة. طيب وايه ممالها؟ ومفتوحة، مرققة ومفتوحة. يبقى لو مرققة هقولها اي همزة في القرآن كله هقولها طيب ما اقولش ما اقولش اعوذ، لا غلط، انما اقولها ايه طب انا عملت ايه عشان اعملها يعني تطلع معايا مرققه؟ طبعا الفتح اللي هو التباعد بين الفكين وارتخاء اللسان زي ما احنا خدنا في القواعد السابقه اللي تخص الفتح. بس كده تمام. طب ندخل بقى على العين، يبقى ده رقم 1. عو عو، انا بعمل كده ليه؟ كده ليه؟ لان انا بحقق المخرج الاول وبعدين اروح ضماه. عندي ضم العين، وطبعا العين عندي ايضا مرققة. طيب اهم حاجة بقى هنا ان انا اعمل فاصل بين الهمزة وبين العين. ليه؟ لان بنسمع كده اهو اعوذ 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 عايمة كده على بعضيها، لا بنفصل بين الهمزة وبين العين. بس طبعا ما نقولش عو، لا هي اعو اعو. عندي هنا الواو وهنا مادية مقدارها حركتين، بنقول يبقى لو جبنا بقى رقم 3، 1 مع 2 مع 3 تبقى أعو أعو. وطبعا أحذر جدا من أنا أعمل غنة هنا، بتبقى كأني مطلعاها من الخيشوم، أو الأعو عو عو غلط. بقولها أعو أطلعها من الجوف، وصوت الغنة وصوت المادة كلهم فيديو خاص وتفهموه ممتاز إن شاء الله.
عندي هنتعامل بقى واحنا بنقرأ في القرآن على أن الآية عبارة عن كلمة واحدة. ازاي؟ يعني كله كأنها كلها حروف جنب بعض. يعني الذال مع البي، ذو بي، خلاص. يعني هنعتبر دي 4 وهنعتبر دي ايه 5. يبقى أعوذ بي، خلاص. عندي الضم، الذال ضم شفايف، ضم محكم مع طاء فرجة ايه قليلة في الوسط، وطبعا اللسان بيبقى آخره مرتفع. دي قواعد احنا متفقين عليها. بي، عندي الإتمام كسر البي عشان ما تجيش معايا أعوذ ب كده، تمام. وطبعا بتاخد شوية تفخيم. عندي اللام بتاعت لفظ الجلالة لا لا، يبقى بالله، يبقى دي 6. أعوذ بالله، والهاء 7. أعوذ بالله، الهاء تطلع ليه؟ لأنها يعني عندي المخرج بتاع الهاء تحت خالص في الحلق، تحت، يعني عاوز مجهود عشان يطلع. إنما ما ينفعش أقول أعوذ بالله من كأنها ياء، غلط. يبقى أتم حركة كسر الهاء وأطلعها من المخرج بالله بالله، تمام. طيب عندي هنا رقم 8 الميم، بالله مي هيمي، خلاص. أعوذ بالله نا، النون عندي هنا مرققة، خلي بالكم. يعني سبحان الله، شوفوا النون مع الشين، وبعدين الشين جنبها الياء، وبعدين الياء جنبها الطاء. طب ايه اللي هيحصل هنا؟ اللي هيحصل هنا ان الطاء هتأثر على الياء، والياء هتأثر على الشين، والشين هتأثر على النون. سبحان الله. ليه؟ لان الطاء مفخمة. احنا قلنا بقى درس التفخيم والترقيق، المهارة ان احنا نخلص المفخم من المرقق. احنا عايزين نخلص الياء والشين والنون، نحميها من الطاء. نعمل ايه؟ اول حاجة خالص اعرف ان النون مرققة، نا مش نا، خلاص. من الشيطان، غلط. مينا نا، وما اقولش مينا وكده ايه واعمل اماله، غلط. افتكر ان في تباعد بين الفكين في النون، خلاص. طيب مينا وانزل على الشين بقى، اش مش اش. يبقى من الشيء مش الشاي لا، الشاي باللغه العاميه، يعني في شرب الشاي. عندي من الشيطان، طاء أعلى درجات تفخيم. ودرجات تفخيم إن شاء الله ناخدها في تكملة الدرس الثاني للتفخيم والترقيق، هنقول لكم على الدرجات وهتعرفوها إن شاء الله. عندي بقى يبقى هنا لو أنا قلت نا مش نا، هتطلع معايا الشيطان، تمام كده. يبقى دي 8، دي 9، ودي 10، وهكذا بقى، وهكذا بقى. بنجتهد مع بعض كده لحد ما نقول كده اهو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندي النون مع الراء، نرى جي، مش هنقول جيم بقى، مش هنقول جيم. ليه؟ لأن الجيم دي مش عبارة عن كيس مخرم، لا، احنا هنعتبرها كيس مقفول ما بيخرش المية، فما تبقاش غلط، تبقى ايه أج. الرجيم. وعندي الميم هنا ما ينفعش اقول الرجيم، او اقول الرجيم، او اقول الرجيم، مش باينه خالص، تمام. دي كده بالنسبه للاستعاذه. طبعا الاستعاذه لها فضل عظيم جدا، وهي اكبر هديه واكبر نعمه من الله عز وجل، واكبر سلاح اداهن ربنا، واحنا للاسف غافلين عنه. وبنستخدم الاستعاذه دي في حاجتين، يا اما التهديد يا اما التعبير عن الغضب، وده طبعا شيء يعني خساره كبيره بالنسبه لنا. احنا المفترض ان احنا نعرف ايه هي الغايه منها بالنسبه للاستعاذه والهدف، وسبحان الله عشان نقدر نحارب بها الشيطان. الاستعاذه يعني مطلوب مننا ان احنا نستعيذ في الصلاه من الشيطان، مطلوب مننا ان احنا نستعيذ في قراءه القران، مطلوب مننا ان احنا نستعيذ وقت الغضب. لو استعاذنا بجد بحق بيقين بده، هننتصر ان شاء الله على الشيطان وهنقهره ان شاء الله. عندي الاستعاذة دي سبحان الله معناها الالتجاء وطلب العوذ والحماية والاستجارة بالله عز وجل. من مين؟ من أكبر عدو لنا وهو الشيطان الرجيم.
طيب ده هتيجي ازاي بقى؟ لما يكون انا عندي يقين في الله سبحانه وتعالى ان هو يحميني من الشيطان، زي يقين الطفل بالظبط بامه. لما يكون امه يعني سبحان الله امامه، وهو يعني تعرض ليه تهديد او خوف، بيجري بسرعه لامه مش بيجري لاخوه. يعني عند الطفل يقين بان امه ستحميه. فنفس الحكايه برضه، يا ريت احنا نجدد نيتنا في طلب الاستعاذه بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ان هو يحمينا منه. تعالوا نبدأ كده مع بعض نشوف اهم الاخطاء في سورة الفاتحة، وهي الاخطاء في الحركات، اللي هو كسر الفتح او فتح الكسر او ضم المفتوح او هكذا. عندي في اخطاء شائعة بنسمع يعني بيقولوا ايه في الاخطاء دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده غلط جدا. ليه؟ لان لفظ الجلاله هنا الهاء عندي مكسوره، او بسم الله، ما اقولش بسم الله هو. ده اول واحد، ده كده رقم واحد. عندي الرحمن غلط، انا بقولها الرحماني وليست الرحمن. وفي اخطاء تانية بيقولوها الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ودي غلط. دي نخلي بالنا منها جدا جدا، الله يعزكم. يبقى انا هاخد الاول كده الفاتحه كلها الاخطاء اللي هي الحركات الاول، وبعد كده ناخد الاخطاء اللي تخص تبديل الحرف، وبعد كده بقى ندخل في الاخطاء اللي هي تخص المهاره بقى، اللي هي الوزن الحرف والصفه وما شابه. يبقى كده رقم واحد وده رقم اتنين، نحفظهم عشان نكتبهم ونسجلهم بحيث ما نخطأش فيهم تاني ابدا. عندي هنا في كلمه الحمد، بنسمع الاخطاء هنا بيقولوا الحمد لله. طبعا ده غلط جدا. الحمد يبقى احنا كده كسروا الهمزه اللي هي المفروض ان هي مفتوحه، بتبتدي مفتوحه. عندي هنا ربي العالمين بيقولوها ربو، ربو، كده غلط، كده رابع ايه؟ رابع خطأ. طيب عندي الرحمن او الرحمن، دي طبعا مكرره، اللي هي في زيها في البسمله. يبقى انا كده عندي 5 حركات بيحصل فيهم اخطاء في سوره الفاتحه لحد الايه رقم 3 لحد دلوقتي. طيب عندي هنا مالك بيسكنوا الكاف، كده رقم 6. يبقى ما ينفعش اقول مالك يوم الدين، غلط، او المالكي. عندي سبحان الله في بعض اخواتنا في الدول بيقولوا يوم، يوم، خلاص مش يا، بيقولوا يا يوم، يوم، كأنها بيضموها. ودي رقم 7. في يوم هي يا مش يوم. مالك يوم، يوم، غلط. او ان هما يقولوها يوم كأنها ممالة كده، بس طبعا في تبديل الحركات بتبقى يوم، مالك يوم، وده غلط جدا. يبقى غلط ان انا اسكن الكاف، وغلط ان انا اضم الياء. عندي هنا نعبده، بالله اخطاء شائعة جدا. يقول لي ايه مثلا، او تقول لي الاخت نعبده، اياك نعبده، غلط، هي بو بو، مش بي بي. طيب بعد كده عندي في اهدنا، بيقولوها اهدنا، اهدنا مفتوح، وده غلط جدا. يبقى ده كده 9. 9، رقم 9 في الأخطاء. عندي بقى هنا برضو رقم 10. عندي أنعمت عليهم، غلط، هي أنعمت وليست أنعمت. وطبعا هنا عليهم الهاء بيضموها، وده الخطأ رقم 11، وده غلط جدا، إلا في الروايات اللي بتتقرأ بعليهم في القراءات العشر. تمام؟ الروايات اللي تخص القراءات العشر بيقرأوها عليهم، دي احنا بنصحح بحفص عن عاصم. عندي هنا غيري، يقولوها غير المغضوب، غلط، يبقى دي رقم 12. عندي بقى عليهم برضو نفسها 13 مكرر. ده كده بالنسبة للحركات. رجاء ال 13 خطأ دول يتكتبوا في كراسة نعرفهم احنا، نعلمهم لنفسنا احنا، او نعلمهم لاولادنا لو بيقرأوها غلط، او لامهاتنا وابهاتنا لو بيقرأوها غلط، او لاصحابنا. الفاتحة مهمة جدا جدا في الصلاة. الفاتحة سبحان الله يعني كنز كبير جدا في الحسنات. لو حسبنا العدد الحروف بنلاقيه 139 حرف، 139 حرف في 10 حسنات.
بيديني سبحان الله 1390 حسنة. و1390 حسنة إذا ضربناهم في 17 ركعة، سبحان الله، شوفوا بقى 23630 إذا ضربناهم في 700، لأن الله عز وجل بيضاعف الأجر لمن يشاء، يضاعف إلى 700. إذا ضربناهم سبحان الله هيكون معايا 16,541,000 حسنة. ما شاء الله. يعني ده بشرى لأمهاتنا وأبهاتنا وأخواتنا اللي بيعرفوش يقروا ويكتبوا إلا سورة الفاتحة في الصلاة، يقروها بس 17 مرة في الفريضة. يعني أنا حسبتهم دول في الفرائض بس مش في السنن، فما بالكم بقى لو احنا جمعنا السنن هنلاقي بسم الله ما شاء الله ملايين الحسنات بالبركة دي بالفاتحة. تمام؟ طيب كده عرفنا التشكيل، كده ضمننا الحمد لله ان مفيش اسم علينا. ليه؟ لان التشكيل الخطأ المتعمد في التشكيل بيبقى طبعا في اسم كبير، ما ينفعش ان احنا نخطأ لان بيبدل الكلمة خالص لمعنى غير المراد فيه. وطبعا اللي بيسهو ربنا عز وجل غفور رحيم، لكن بشرط ان ما يكونش وصل للعلم وما تكسلتش عنه. يعني جالي كده ما شاء الله العلم لحد عندي ورحت فراه كده، لا، لازم يكون عندي عذر. طيب يا ترى ايه الدايره الحمراء اللي فيها الشرطه اللي باللون الاسود دي؟ عباره عن الاخطاء اللي هي في ايه؟ عباره عن الاخطاء اللي هي تبديل حرف، يعني كاني بشيل الحرف واجيب مكانه حرف تاني، وده طبعا اخطاء جليه وما ينفعش ان احنا نغلط فيها. ما ينفعش اقول الحمد لله، غلط. امال هقولها ايه؟ الحمد لله. دو غير ضو. تمام؟ طيب طبعا ان شاء الله هنقراها كلها مع بعضنا يعني، وهنجمع الاخطاء مره واحده، بس انا بركز الاول على الاخطاء عشان ما تتوهش معانا في الصوره. يبقى احنا كده حددنا الاخطاء الحركات، وبنحدد دلوقتي الاخطاء اللي هي بالنسبه لتبديل الحروف. عندي بنسمع مالك يوم الدين. التين يعني بنبدل الدال بتاء، طبعا ده غلط، ما ينفعش اقول الدين، الدي مش التين. طيب الدايره اللي بعد كده عندي الصراط، ما ينفعش اقول اهدنا الصراط، السي غلط. عندي الطاء هنا ما بدلهاش بتاء، ما اقولش الصراط غلط. عندي السين بتتبدل برضو لصاد، صا غلط. وعندي التاء هنا حرف التاء بيتبدل لطاء، يبقى المسطا. وطبعا ده هيجي في فن ان انا سبحان الله اتخلص منه ازاي، ان انا ازاي احافظ على تفخيم الصاد وحافظ على تفخيم الطاء، وحافظ على ترقيق الميم والسين، وخلصهم ازاي. يعني اخلص الميم والسين والتاء من القاف، يبقى المستقيم. وطبعا عندي الخطأ اللي بعد كده في تبديل الحروف، حرف القاف لبعض اخواتنا يعني في الدول الاخرى بيقولوا القاف دي غين، بيقولها غين لان مخرج القاف قريب من مخرج الغين، بيقولها المستقيم، طبعا ده غلط. عندي في كلمة صراطة تبدل الصاد بسين وتبدل الطاء بتاء، زي ايه؟ سراتة بتتقرأ سراتة، وطبعا ده غلط، ما ينفعش ان انا ابدل الحروف. كلمة المغضوب عندي بعض اخواتنا في الدول العربية بيقولوا المغضوب، ودي طبعا يعني بيحولوها لضاء، وده غلط. ولا الضالين غلط برضه، طبعا ده ما ينفعش. وهنا بقى في ولا الضالين بيبقى في هنا يعتبر بيتم انقاص حرف كامل، لان هنا بتتقرأ ولا الضالين، لين غلط، لان اللام هنا عبارة عن لام زائد لام، اللام الاولى ساكنة والتانية مكسورة، فهم بيقرأوا المكسورة فقط، ودي بتتلغي، يعني دي كده يعتبر الاجر بتاعها بيضيع، وده طبعا غلط. انما تتقرأ ولا الضال، اللام هنا ساكنة لازم تظهر ولا الضالين. طبعا هنقرأ ان شاء الله الفاتحة مع بعض، وهنعرف فيها كل الاخطاء بقى، سواء كانت اخطاء جلية او خفية. بس انا حبيت
الاول واهم حاجه ان انا احدد لكم اكبر خطأ اللي هو اللي يخص الحركات، وتاني خطأ اللي هو تبديل الحروف، وتالت خطأ بقى هنجيبه مع تبديل الحروف والخطأ في الحركات. يلا بقى نستعين بالله ونقرأ الفاتحة كلها إن شاء الله بتصحيح جميع الأخطاء اللي فيها، ونكسب فيها إن شاء الله أجر الملايين الحسنات اللي احنا حسبناها بدون السنن. فاللهم بارك. طبعا احنا بنتاجر مع الله عز وجل تجارة لن تبور. عندي هنا الباء مرققة في القرآن كله بنقولها بي. عندي وطبعا بي عشان اقول بي معدولة لازم ده الفك ينزل، لازم الفك ينزل، هتبقى بي فوق، هيبقى غلط. السين عندي السكون بتاعها لازم نعمل في حاجة اسمها همس. عندي هنا الهمس لازم السين بتكون طالعة زي النفس، يعني ما بيعديش على الأحبال الصوتية، يعني ما بتحولش لصوت، بيطلع كده على السكت من غير ما يلمس الأحبال الصوتية خالص. طب لو أنا ما عملتش الهمس ده أو الس ده يبقى خلاص كده هتتقلقل معايا، يبقى بسم الله زي ما بنسمع، وده غلط. كسرة الميم عندي بتتكسر برضو نفس الحكاية بتسفل الفك السفلي، وأعمل كده بس مي، واجيب الميم المكسورة مع لام اسم الجلالة ملا. واللي عندي الهاء المكسورة نفس الحكاية، طلع الهاء زي ما احنا قلنا في أعوذ بالله في الاستعاذة، يبقى بسم الله. عندي الهاء اسم الجلالة مكسور، هنجيب الهاء مع الراء، طبعا الراء عندي مشددة يبقى هراء، يبقى بسم الله الراء. عندي الحاء برضو هعمل فيها جريان نفس، يعني ان برضو نفس الصوت في بس رح. طب لو انا ما جبتش الهمس ده او ما جبتش الصوت ده هتتقلقل برضو، هتبقى الرح غلط. وطبعا هنا ما ينفعش امد زيادة عن الحركتين، ما ينفعش اقول الرحمن الرحيم غلط. عندي النون هنا مع الراء برضو نرا، ما اقولش نرا نا غلط، يبقى الرحيم ام بس، اكتر من كده ما نعملش. ما ينفعش اقول الرحيم يا اكتم خالص صوت الغنة، او ان انا اقول الرحيم غلط، او اقول الرحيم غلط. يبقى نقرأها بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي بقى لكلمة الحمد. عندي هنا همزة وصل بيبقى عليها راس صاد صغيرة كده، دي لما نشوفها في أي كلمة في القرآن الكريم بتبتدي بألف ولام، سواء كانت اللام دي شمسية أو قمرية يعني تنطق أو لا تنطق، يبقى على طول هبتديها كده اهو كأنها همزة قطع كده مفتوح، يبقى هقولها على طول. طيب هنا لما اقول غلط لانها ايه مرققه مش مفخمه، ما ينفعش اقول بقى الحمد، اقولها الحمد. بالنسبه للميم هنا بتاخد بنمد لها زمن كده ايه، يعني بين الشده وبين الرخاوه بنسميه حاجه اسمها زمن التوسط. طب ايه دي الكلمات دي علينا صعبه، احنا لسه مش فاهمين. طبعا ان شاء الله في درس الصفات هنعرف كل يعني المصطلحات ديت وهنشرحها بالتفصيل، بس مؤقتا بأي ميم في القرآن، أي ميم أو أي عين أو نون أو راء أو لام، الخمسة دولت في القرآن الكريم إذا كان عليهم سكون يبقى هنعملهم كده أم أع ال أن أر، دي كده إيه الزمن المطلوب مني إن أنا أعمله. الحمد، شايفين أم الأم. ولما أجي عندي العين هنا هقول، والنون هقول أنعم. تمام، فهي ده زمن كده بنحافظ عليه. الحمد لله رب العالمين. عندي هنا ربي، طبعا احنا اتفقنا ما نقولش ربه. العالمين عندي الالف الماديه ما ينفعش ان انا اقول ايه ومد قوي غلط، وما ينفعش اقول العالمين اميلها غلط، يبقى دي ما تتميلش للكسر، والياء هنا ما تتميلش للفتح. العالمين غلط.
وما ينفعش طبعا اقف هنا بتطنين اقول العالمين او زي ما احنا قلنا في الميم بالظبط، يعني الميم هي نفسها بالظبط النون. وطبعا شيء مهم هنا برضو الهاءات كلها اللي في القرآن مكسورة نحافظ عليها عشان بتضيع، ما نقولش الحمد لله رب العالمين لله رب شوف ضيعة. نقولها بقى الآية الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. تمام، ما قلتش بقى العالمين او العالمين او العالمين، مش باين. تمام. عندي الرحمن الرحيم نفسها بالضبط اللي فوق بالضبط، الرحمن الرحيم. عندي هنا مالك يوم، غلط. ليه؟ ما ينفعش امد المد هنا زياده، ما ينفعش اقول مالك يوم غلط. يبقى مالكي كسر الكاف كسر كويس عشان ايه التسفل بتاعه. يومي يومي يا فتحه يا، مش يومي يومي، لا مش يوم الدين، غلط. تمام. طيب مالك يوم الدين، ونحذر طبعا من تبديل الدال بالتاء. نيجي بقى بعد كده عندي إياك، مهم جدا جدا ان انا اعرف إياك هنا الياء عندي ياء ساكنة وياء متحركة. لما انا اقولها إياك إياك، يبقى انا اول حاجة خالص ما كسرتش الهمزة كويس وضيعت دي، انا ضيعت دي ضاعت مني، بقى عندي حسنة واحدة إياك، بقت الياء مفتوحة. طب خلاص انا بقى هقولها صح، يبقى لازم اعملها كده إياه. غلط برضو. ليه؟ لان كده انا عملت لها قطع الصوت، يعني فصلت الياء الاولى عن الثانيه، وده غلط ما ينفعش. لان هنا فيها الياء هنا فيها رخاوه. رخاوه يعني ايه؟ يعني الصوت كده ممتد كده، المفروض احافظ عليه. اياك اياك، ما اقولش اياه اياه، غلط. اياك نعبد، العين احققها، العين هديلها الزمن برضو اللي احنا قلنا عليه في الميم واللام. يبقى نع بو، ما ينفعش اقول ايه بو افخمها، غلط. وما ينفعش اقول بدو. تمام. اياك نعبد واياك نستعين، السين برضو هنا هعمل لها جريان زي السين اللي في باسم بالظبط، عشان ما تجيش معايا نسى تعين. تمام كده. طيب عندي هنا اهدنا، ما ينفعش ان انا اقولها اهدنا، غلط. كسر الهمزه كويس جدا، لان الهمزه دي هتبقى كده اهو، الهمزه قطع، هتبقى اهدنا. ليه مكسوره؟ لان الحرف الثالث مكسور. تمام كده. يبقى نكسرها حلو ايه، لو كسرنا الهمزه هنا صح ضمننا خروج الهاء ممتاز. وما ينفعش اقول ايه. ليه؟ عشان ما طلعش النفس مره واحده، يعني الهاء عندي تضيع معايا. انما اطلعها واحده واحده بالراحه، زي ما يكون معايا درق ميه كده واروح كبه مره واحده الدرق مره واحده، لا اصب بالراحه ايه. تمام. ما ينفعش اقول ايه، غلط. طيب دي نا، ما ينفعش اقول بقى اهدنا نا. ليه نا؟ عشان جاي بعدها صاد فهتفخم، فنخلص ايه النون نقول لها خليك انت على جنب يا مرققه، وانت على جنب يا مفخمه. بالنسبه للصاد اهدنا الصي. طبعا عندي الصاد هنا والطاء والقاف دول حروف مفخمه، هخلي بالي جدا منهم. وعند الراء هنا طبعا لما هناخده ان شاء الله هنعرف ان اي راء في القرآن مفتوحة بتفخم، فخلي بالنا عشان اللام هنا جايالي، اللام والميم والسين والتاء دول كلهم خايفين عليهم لا يضيعوا بسبب تفخيم الطاء. اهدنا الصراط طاء تفخيم اهو، طاء وانزل بقى على اللام بالراحه، طل يعني كأني بقول الكلمة دي بالظبط، كأني بقول طل اهو. ما ينفعش اقول الله، لا، اللام مش مفخمه، اللام مش مفخمه الا في اسم الجلاله فقط. يبقى اهدنا الصراط المستقيم، وما اقولش استقيم كده.
يبقى انا كده خلصت الميم والسين والتاء من الايه، من القاف. المستقيم. خلاص. طيب صراطنا، كل اهي مفخمه اهي، تعتبر دي كلها مفخمه. صراطا، حلو جدا. اجي بقى عند اللام واخلي بالي بالراحه خالص على مهل. صراط برضو نفس الحكايه، طل برضو تانية اهي. صراط الذين، واطلع ايه مخرج الذال كويس، ما ينفعش اقول الذين. الذين يبقى انا بدلتها ايه، بزاي، بدلت الذال بزاي، وده غلط ما ينفعش. يبقى اقول صراط الذين انعمت عليهم. شوفوا سبحان الله، النون ماشيه مع الميم. انعمت، انعم عليهم، طبعا مش هنقول عليهم زي ما احنا قلنا، ده غلط. غيري، مش هقول غيري، لا، غيري لا. طب ليه هقولها عشان الراء هنا مرققه مكسوره، اي راء في القران مكسوره مرققه، فهتاثر معايا على الغين. سبحان الله، زي ما التفخيم بيأثر على المرقق، برضو المرقق بيأثر على المفخم. ما، اوعوا تقولوا ما، المغ غلط، عشان الغين هنا أثرت على الميم. هقول غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. تمام كده. طيب ولا الضالين. والله غلط، دي مش مفخمة، دي مرققة. عندي هنا ولا الضاد هنا لازم اخلي لها صوت، حاجه اسمها استطاله، بنسمي الاستطاله دي كانها التاج الملكه. يعني لو الضاد ما فيهاش استطاله ما تبقاش ضاد. يعني ما ينفعش اقول ولا كده مكتومه كده، لا، اقول ولا يبقى فيه صوت كده، ان شاء الله هنعرفه في شرح الصفات. هنا بقى ولا الضالي، لازم اسمع لامين اتنين، لام ساكنه مع لام مكسوره، لام متحركه يعني. ما ينفعش اقول طبعا ولا الضالين. خلاص كده تمام. في حاجه مهمه جدا بقى، عند كل راس ايه، في الحته دي كده بالظبط، كل راس ايه في الحته دي كده بالظبط، وهنا كده، كل راس ايه وهنا كده. إذا ابتدأت المد باتنين يبقى خلي المد كله اتنين لحد الآخر. يعني أقول الحمد لله رب العالمين، أعمل صباعي كده أهو، ده الميزان اللي هوزن بيه المد، اللي هو المد الطبيعي اللي هنا. العالمين، الرحيم، الدين، نستعين، المستقيم، ولا الضالين. تمام. طيب لو ابتديته بأربعة هيبقى نفس الحكاية، هخليني لحد 4. طب لو ابتديته ب6 هخليه لحد 6. ده حاجة مهمة جدا في سورة الفاتحة، لازم نخلي بالنا منها. سورة الفاتحة كنز، يا ريت نحطه في عينينا، ونحاول ما نضيعش حرف من السورة دي، ونستثمر إن شاء الله ده مع ربنا عز وجل. يلا نقرأ السورة كده مع بعض عشان نلمها كلها في القراءة، وتحاولوا ترددوا وراي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كده الحمد لله طبقنا التفخيم والترقيق، وطبقنا اتمام الحركات اللي هو الفتح والكسر والضم على سورة الفاتحة، وكمان طلعنا الأخطاء على 3 مراحل. المرحلة الأولى طلعنا أخطاء الحركات، الضم والكسر والفتح.
ازاي هي الأخطاء الشائعة في سورة الفاتحة. وتاني مرحلة طلعنا أخطاء اللي هو تبديل الحروف، الدال بالتاء ولا الصاد بالسين أو التاء وهكذا. تالت مرحلة بقى طلعنا الأخطاء الخفية اللي هي ازاي أوزن الحرف كويس، ازاي أدي الصفة، وازاي ما ميلش الحرف، وجمعناهم كلهم في تالت مرحلة اللي هي الأخطاء الجلية والأخطاء الخفية في آخر مرة. كده يبقى خلصنا الحمد لله سورة الفاتحة كل الأخطاء اللي فيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعكم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.